السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما تعودتوا معايا دائما ضمن الوصفات السهلة والسريعة واقتصادية في نفس الوقت. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم هاد السندويشات اللي كيجيو رائعين. بواحد الخبز اللي كيجي كيف ما كتشوفوا معايا كيجي منفوخ ومحلول من الداخل. كيجي رائع بواحد الحشوة مميزة، بحشوة الدجاج. كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو كتجي رائعة في المذاق. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمقادير. هنا اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ واحد صدر دجاجه كامل اللي غادي نرقدو. غادي نضيف عليه هنا بودره الثومه، يعني الا ما توفرش ديروا غير بودره ديك الطريه. وغادي نضيف شويه ديال الملح وشويه ديال البزر، غندير واحد راس معلقه صغيره. وغادي نضيف هاد العطريه ديال الشاورما اللي كتضيف ليه واحد اللذه رائعه، كتعطي مذاق زوين مع الدجاج. انا كنكثر منها حيت كتعجبني، كتجي زوينه مع الدجاج. المهم انا هنا ضفت ليها جوج معالق صغار عامرين. وغادي نضيف نعاود نضيف عليهم هاد الكريمه ديال الطبخ. تقريبا انا ضفت هنا 4 المعالق كبار، الا ما توفرش ممكن تستعملوا غير دانون مسوس 2 معالق كبار. صافي هنا كنحاول نحركها مزيان حتى كتنسجم ليا. وغادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد، انا نسيت ما ضفتهاش في الاول. غادي نعاود نضيفها ونحرك ونخليها حتى كترتاح مزيان. قد ما ارتاحت كتجي حسن. ديك الكريمه كتعطي واحد الطراوه في هاد الدجاج، من الافضل تستعملوها ولا دانون بحال بحال، حيت كيرطب داك صدر الدجاج. انا خليتها هنا تقريبا واحد 4 سوايع طيب ديك الحشوه. صافي هنا غادي ندوز معكم العجين اللي غنستعمل. المهم هنا خديت واحد البول، درت فيه 3 الكيسان ديال العنبه الدقيق الابيض. وضفت عليه واحد 4 زلافه ديال القمح. انا غربلته هنا، القمح كامل غربلته، حيت منه ديك النخاله وضفته. وغادي نزيد الخميره ديال الخبز وواحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده والملح الكافي. وغادي ندير ليها الماء دافي صافي، وغادي نحطها تتعجن مزيان مده واحد 3 دقائق تقريبا ونرجع معكم. صافي هنا من بعد ما تعجنات ليا ديك العجينه ولات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. ولات رطبه، المهم ما كتكون قاصحه بزاف ما تكون مطلوقه، تكون بهذا الشكل ما كتلتصقش. صافي ما غاديش نخليها ترتاح، غادي نقطعها ديك الساعه. المهم غادي نقطعها هكا يكونوا طريفات متوسطين كيف ما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نحاول هكا نشكلهم كيف ما تشوفوا معايا. المهم غادي نشكلهم هكا شكل عشوائي غير بيديا، هكا على شكل بحال كوميرات صغار. غادي نشكلهم كاملين بهذه نفس الطريقه، وغادي نحطهم يرتاحوا شويه حتى كيختمروا، عاد نرجع نخدمهم. انا هاد الكميه اللي درت معكم اليوم خرجت لي 15 حبه كبار. المهم نتوما لا بغيتهم صغار ما ديرهمش قد هادو. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا، غندير لهم هكا الدقيق وغادي نغطيهم واحد 5 دقائق ولا 10، المهم حتى كيرتاحوا مزيان. وصافي وغادي نبدا نشكل فيهم. هنا غادي ناخذ اول وحده اللي خدمت صافي، وغادي نشكلها بهذه الطريقه. غناخذ تلاك وغادي نطلقها على شكل طولي. المهم مره كنضرب شويه في العرض، مره كنضرب الطول، غير ما ترقومش بزاف فوق القياس. المهم غتشوفوا معايا السمك اللي غادي نخلي فيها، ما تكون غليظه ما تكون رقيقه، انا خليتها بهذا السمك. صافي غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنسالي. انا من بعد ما ساليت التشكيل ديال العجين ديالي كامل، كيف ما ساليت شعلت المقله بدا تسخن، يعني ما غاديش تخليهم يخمروا. انا غير ساليت اخر وحده صافي، وبديت هزيت ديك الاولى درتها طيب، يعني ماشي ضروري تخليهم حتى كيختمروا. صافي كنشعل على المقله، تكون نار مجهده في الاول، حيت الا كانت منقوسه ما غاديش يتنفخوا. صافي وكنحط اول وحده خدمت، غير هكا كتبان لي غير تشمعات صافي، وكنقلبها كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا ضروري تخليو العافيه مجهده باش دغيا يتنفخوا. هنا ضروري خصك تبقاي واقفه حداهم، يعني ما تحبسيش من التقلاب، تبقاي كل شويه تقلبي حيت كتكون العافيه مجهده. الا سيتي عليهم غير شويه غادي يتحرقوا. المهم كتبقاي مستمره بالتقلاب هكا مره مره حتى كيتنفخوا. المهم هنا طبقوا غير نفس الطريقه، واكيد غادي ينجحوا معكم 100%. غير هكا لما بغيتوهمش كبار ممكن ديرهم صغار من هكا شويه، انا درتهم كبار شويه.
صافي هنا بعد ما ساليت من الطياب ديال العجين ديالي انا غادي ندوز معكم الحشوه. من بعد ما ترقدات مزيان انا كيف ما قلت لكم خليتها 4 سوايع، يعني قد ما بقات مرقده كتجي احسن. هنا كناخذ واحد المقلاة كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون ولا زيت المائده بحال، وغادي ندير داك الدجاج وغادي نجهد عليه العافيه في الاول مزيان حتى يطلق داك السوائل اللي فيه، عاد نقص ليه. صافي كنخليها حتى كطيب. انا بالنسبه للحشو اللي غادي نستعمل معكم، هاد الصوص كيبقى اختياري، اللي بغى يدير لي صوص يديرهم، اللي ما بغاش ممكن يستعمل غير الدجاج فقط. انا عندي هنا هاد لي صوص الجيري وهاد صوص ساموراي، غادي نخلطهم وشويه الكيتشوب وشويه المايونيز. المهم غادي نمزجهم كاملين في واحد زلافه، وهما باش غادي ندهن داك الخبز. انا عندي هاد الخس من بعد ما غسلته قبل ومسحته مزيان، وخديت واحد جوج ديال المطيشات هكا اللي قطعتهم رقاق بواحد السكين يكون شكل منشار هكا باش كيتقطع لكم رقاق. صافي هما باش غادي نحشي. وهذا هو الشكل ديال الخبز اللي طيبت معكم. صراحه كلهم تنفخوا غير ديك الاخرى اللي ما تنفخاتش ليا، ما عرفتش حيتاش خمرات. المهم كلهم تنفخوا بنفس الطريقه. صافي هنا كناخذ واحد الملعقه صغيره ديال داك ليصوص وغادي ندخن هاد عفوا غادي ندهن هاد الخبز من الداخل. غادي ندير ملعقه صغيره تقريبا، وغادي ندير الدجاج هكا في التحت واحد المعلقه كبيره، عاد ندير واحد الخص باش هكا كيجي داك الساندويتش كله عامر. صافي وغنعاود ندير فيه واحد الكميه ديال الدجاج ونبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل لي ساندويتش كاملين. انا اللي بغى يضيف الفرماج ديال الساندويتش ولا الفرماج محكوك، المهم كيبقى اختياري، كل الحشوات كتبقى اختياريه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم ديال لي ساندويتش. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.